السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معكم سلوى الصديق لفرش العرايس. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معنا النهارده شقة عروسة جديدة، يا رب شغلي فيها يعجبكم. قبل ما نبتدي الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ومن بداية شقة عروستنا كده بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان البوفيه كده في وش الباب، كانت الجزمة كده بمراية طويلة في ورا الباب كده زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعالوا نشوف بما إننا قدام البوفيه عشان ما نرجعش. حطيت لها الصينية اللي عليها المج ده والبراد وبعض الكوبايات، ومن تحت شنطة المعالق كده وبعض الكوبايات حواليها يعني زي اللي زيادة عن المطبخ. هنا صواني التقديم ما شاء الله اللهم بارك، حطيت لها في الأدراج كده زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله، صواني الستيل من كل طقم كده صينية عشان ما يبقاش كتير على الرخامة، وحطت لها الصواني اللي هي الخشب دي. حطت هنا طقم الأكروبايركس، وزعته كده على رفين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان لونه جميل قوي. ربنا يسعدها يا رب. إيه ما تنسونيش بقى في اللايك، ولو التصوير النهاردة عجبكم اكتبوا لي في الكومنتات وادعوا لي دعوة حلوة من القلب ودعوة حلوة للعروسة. هنا بقى كانت السفرة، وزعت لها عليها بقى طقم التسالي ده والفازة والبونبونيرة والطفاية، وكان عليها الرنر البسيط ده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. تفاصيل الشقة كانت جميلة بسم الله ما شاء الله. بحاول اوقف لكم على التفاصيل اهو. هنا الجزامة زي ما قلت لحضراتكم دي، بس كانت الشنط بتاعتنا كنا هناخدها واحنا نازلين. اللهم بارك. هنا بقى كانت الغرفتين بتوع الصالون والأطفال، كانت الساعة في النص كده، هنشوفهم دلوقتي. دي بقى كانت الركنة بتاعتهم، كانت الشاشة بس مفضل إن هي تتعلق. بسم الله ما شاء الله، كانت حرف ال كده كانت باللون الكافيه. اللهم بارك. كانت مساحتها حلوة كده، اللهم بارك بسم الله ما شاء الله، ربنا يسعدها. النيش بقى، تعالوا نشوف محتويات النيش مع بعض. اللهم بارك. حطت لها من فوق طقم خشاف في النص واتنين كرور على الجنبين كده، اللهم بارك كريستال. قولوا لي بقى رأيكم في رص النيش، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. عملت لها من الرف التاني كده طقم الشاي والجاتوه، معاه برضو طقم كاسات لايق معاه. ومن تحت بقى عملت لها الرف ده كله كاسات. الليد كان لونه ازرق فما كانش مبين التفاصيل قوي، وعملت لها من تحت طقم الصيني، وتحت خالص طقم الاكروبال، كان كأنه هو والصيني واحد. كان لايق معاه أوي وذوقه عالي قوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا حطيت لها كده القطم الكاسات تقريبا 4 قطم، ومعاه برضو شاي ومية وكده. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل حاجة ده كانت قيمة زي ما حضراتكم شايفين، وأذواقها عالية اللهم بارك. رأيكم في رصة النيش؟ عايزة دعوات كتير في الكومنتات، العروسة تستاهل كل الدعاء. هنا الصالون بتاعها بسم الله ما شاء الله، ودي كانت شكل النجفة. كان مكون من 2 كنبة واتنين كرسي فتيه وشезлونج كده. كان زيتي في كافيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا بقى غرفة الأطفال، كانت لونين كده لبني والكشمير. فرشت لها المفرش القطيفة الكشمير ده عليها، وكان معاها مراية اللي هي الطويلة دي زي ما حضراتكم شايفين كده. وكان في مكتب، والدولاب كانت مساحته كبيرة اللهم بارك. أول ضرفة كده عملت لها كوفرتة أطفال وفوط، ومن تحت بقى كوفرتات ودفايات كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تاني ضلفة كده عملت لها ملايات أطفال ومعاهم كوفرتة، ومن تحت بقى الدفايات وكوفرتات. وهنا كانت المفارش القطيفة تقريبا لأ بطاطين، بطاطين والحفا. هنا كان اللبس بتاعها، حطيت لها بطانية كده من تحت، وكان لبس الصيفي. وحطيت لها برضو ملايات سرج كبير وكوفرتة وفوط. هنا الكوفرتة نفس اللي هناك وبرضو فوط، وكملت لها بقى دفايات وكوفرتات. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا حطيت لها المفروشات الكبيرة هنا لأن كان الدولاب اللهم بارك كان لبسها كتير يعني هتشوفوه دلوقتي، وعلشان نسيب للعريس هناك.
بسم الله ما شاء الله الغرفة كانت مساحتها حلوة كده زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا بقى نخرج نروح على المشاية دي اللي بتوزع على غرفة النوم والحمام والمطبخ. بسم الله ما شاء الله. هنا كده على الشمال المطبخ كان في ترابيزة بكرسيين كده في أول ما بندخل. هنا كان التلاجة والديب فريزر. بسم الله ما شاء الله كانت مساحته برضو حلوة. اللهم بارك اللهم بارك. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها وتدوب حاجتها في الهنا والبركة والسعادة. وزعت لها بقى كده زي ما حضراتكم شايفين طقم السكاكين طقم فتحات طقم الشوربة. هنا عملت لها كوفي كورنر صغير كده بالمجات والكتل. هنا عملت لها طقم التوزيع وطقم التوابل والإيرفراير وكان هنا الفرن بتاعها. اللهم بارك. كان في بقى نيش للمطبخ كده جنب في المقابل. كانوا 2 نيش يعني ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف التفاصيل مع بعض. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان المطبخ لونه رمادي كده زي ما حضراتكم شايفين. كان في حوامل كده علقت لها عليها طقم كاسات لاستعمالها يبقى جنب ايديها. بسم الله ما شاء الله. تعالوا نشوف حطينا لها ايه بقى في النيش اللي في المقابل ده. طقم شوبات عصير كده وكوبايات معاها. وهنا برضو شوبات مية وكوبايات وهنا كوبايات ألوان كده وسكرية. عملت لها دي الضلفة دي تعتبر للخزين يعني علب الخزين الكبيرة. وهنا بقى الكولمان وباقي بلاستيكات كده حاجات مش هتحتاجها فوق التلاجة رفعتها لها كده. الضرفة بقى اللي فوق الفريزر حطيت لها فيها بقى الميزان وبعض الحاجات اللي مش هتستعملها دايما. هنا علب التلاجة بتاعتها طقم بورسلين كده تلاجة وبلاستيك وكل العلب التلاجة بتاعتها كده رفعتها لها برضو. هنا حاجات الرحلات. هنا عملت لها بقى احنا فوق الفرن كده عملت لها طقم البايركس وطواجن البورسلين. هنا النيش التاني عملت لها برضو شوبات كده وكوبايات. وهنا أطقم جيلي بقى وكوبايات شاي ومية. وهنا طقم كاسات وطقم شوبات. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حطيت لها صواني كده فوق الفرن بتاعها. قولي رأيكم بقى في نيش المطبخ. بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. كان في ضرفة برضو تحت النيش ده. عملت لها بقى فيه صواني ومقالي تيفال وجرانيت علشان والجريلا اللي هي الدبل. وحطيت لها لبانة كده لايقة مع طقم الصواني جدا التيفال علشان احنا كده قريبين للبوتاجاز. هنا الضرفة دي كانت فيها صواني كده تقديم وأكل. حطيت لها طقم الألمونيوم كده في الضرفة دي بعيد عن ايديا مش هتستعملها يعني. هنا الأدراج بقى وزعت لها فيها الرفايع بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين كده كان مقسوم الدرج. عملت لها جنب الحاجات الحادة وجنب الحاجات الحلويات. دي كانت ضرفة كده لميت لها فيها كل الحاجات الزيادة كده بشكل مرتب. هنا من فوق بقى عملت لها من فوق بلاستيكات وأطباق غسيل ومن تحت علب الخزين اللي هي العلب الصغيرة. هنا عملت لها الطقم الجرانيت. بسم الله ما شاء الله وسعته لها كده على رفين كان كامل. برضو احنا هنا جنب البوتاجاز حاولت احط لها كل الحلل والمقالي وكده جنب حوالين البوتاجاز. عملت لها هنا الطقم التيفال اللي هو السافلون ومع مقلاية جرانيت كده فوق. هنا بقى حاجة الكوفي كورنر زي ما قلت لحضراتكم. بسم الله ما شاء الله. الطرفة اللي جنب البوتاجاز كان فيها الأنبوبة ومن الجنب التاني بقى حاطط لها بعض الحاجات الكبيرة. حاطط لها هنا طقم الستيل بتاعها. حاطط مع برادات وطقم كنك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عملت لها بقى هنا كان تحت الحوض الباسكت بقى والباستيلية بتاعة المية والبانيوهات الكبيرة. هنا كان العجان ما دخلش معايا في أي ضلف غير هنا. ومن تحت بقى كسرونات ألمنيوم. هنا احنا بقينا بقى فوق الحوض حطيت لها الطقم الأكروبايركس بتاعها. بسم الله ما شاء الله. جايبة طقم أكروبايركس للرشاقة حطيت لها الباقي بتاعه هنا. كان كامل يعني زيه وزي اللي في البوفيه.
وعملت لها بقى الأطباق بتاعته في الرشاق زي ما حضراتكم شايفين، وحاطط لها بقى كوباية شاي ومية وقهوة كده لاستعمالها تحت ايديها. هنا الأجهزة بتاعتها حبيت أحطها لها هنا عشان تحتها بقى الرخامة والفيشة كده، وجنب الحوض والبوتاجاز. الأجهزة بتاعتها اللي هي تستعملها كل يوم في الرف اللي تحت، ومن فوق الأجهزة اللي مش هتستعملها دايما. زي ما حضراتكم شايفين كده، قولوا لي بقى رأيكم في رصتي في المطبخ وفي حاجات العروسة وذوقها القمر. وما تنسوش تدعوا لها دعوة حلوة من القلب. كده المطبخ معانا خلص، تعالوا بقى نخرج منه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كانت السجادة دي ذوق خالة العروسة القمر، كانت جميلة أوي لايقة مع المطبخ. هنا بقى الحمام، كان اللهم بارك مساحته برضه حلوة، حطينا لها فيها الغسالة الأوتوماتيك، بس كان لسه الشركة تيجي تركبها. هنا بقى غرفة النوم، تسريحة كده كده اللهم بارك. كانت الغرفة يعني ذوقها جميل قوي، والدولاب بتاعها كان كبير ما شاء الله، وكان يعتبر دريسنج برضه. هنا بقى الضلفة الأولانية حاطط لها فيها اللحاف الكبير ولبس العريس. سيبنا الضلفة كلها للبس العريس أحلى باشمهندس. هنا بقى اللبس الصيفي رفعته لها كده من فوق. وهنا اللبس الشتوي بقى، الضلفة دي كلها عملتها للبس الشتوي زي ما حضراتكم شايفين كده. ومن تحت بقى حطيت لها البرمودات والبيجامات بتاعتها من تحت. اللهم بارك يا رب. فرشت لها المفرش القطيفة كده، وعملت لها البجعتين على السرير. وزعنا لها بقى بعض الميك اب، حاجات بسيطة كده على التسريحة، والباقي في الأدراج. قولوا لي بقى رأيكم في فرشي في الشقة النهاردة. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، تشيروا الفيديو كتير علشان كل العرايس تشوفه. وإن شاء الله لو الشغل عجبكم تقولوا لي كلمة حلوة كده تكبروا بخاطري، وتدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. ومتنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كتير في الكومنتات، وانتظروني بقى في شقق كتيرة جاية. الشقق ما شاء الله اللي جاية جميلة جدا هتعجبكم. اتأكدوا ان انتم مفعلين الجرس، واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.